السلام عليكم، صباح الخير. طبعا الواحد ما قدرش يتكلم بعد القرف اللي الواحد شافه امبارح بالليل ومن تعب المدرج ومن كتر ما الواحد عمل كل حاجه ممكن تتعمل واللعيبه ما قدرتش ده. بعد ما الواحد جه من الاستاد حرفيا منهك نفسيا وجسديا وكل حاجه، ان احنا عملنا كل حاجه ينفع تتعمل كجمهور وما شفناش المقابل من اللعيبه. لعيبه اللي كلمه من أسوأ أسوأ الشخصيات اللي دخلت نادي الزمالك على مر عصوره كلها، مش هبقى ببالغ. لعيبة انت معاك مدرب ملط، انا جاي له دلوقتي ملط، انا هجيله دلوقتي. انت فين؟ انت فين يا ناصر وانت الكرة مقطوعة منك مرتين وسبب رئيسي من الهدفين اللي دخلوا فينا؟ انت فين يا ادم يا كايد وانت شايف ان انت مستواك مش موجود، مش باين لا هجوميا ولا دفاعيا؟ انت فين يا عبد الله ان انت تزعل اللعيبه وتشد اللعيبه وتحرك الدنيا وتسيبك من السباك اللي قاعد على الخط بره؟ انت فين يا عبد المجيد وانت واقف تسلم وفرحان وعمال تحضن وتبوس في لعيبه الاهلي بعد الماتش واحنا دمنا محروق؟ وانت فين يا عمر يا جابر يا كابتن الفرقه من ان انت تشد اللعيبه وانا كسبان ان ما يجيش فيا؟ انتوا فين؟ انتوا فين واحنا مش عارفين نطلع هجمه كورتين ورا بعض؟ انتوا فين واحنا بندافع غلط؟ انتوا فين انت هنقعد نقول انتوا فين للصبح؟ انتوا فين؟ حد يقول لي انتوا فين؟ انا ما شفتش الا 40 دقيقه زمالك امبارح. احنا امبارح في المدرج ما شفناش الا 40 دقيقه زمالك، ما جاش الا اللعب ال 40 دقيقه ومشي. مدرب عقيم، انا يعني ما اوريش غيره، مدرب عقيم متخلف عقليا ان انت تبقى مستحوذ على الكوره وتجيب هدف. ربنا سترك في الهدف دوت، لان قبلها على طول كان انا بدا يمسك كوره. بدات الماتش كويس، اول ما لقيت ان انا ماسك كوره وبهاجم، لا 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 لا، انا عايز العب مرتد. ارجعوا لي بقى كده وسيبوا الكوره للاهلي. حد يسيب كوره للاهلي؟ الاهلي اللي عنده خط ظهر شفاف مش موجود، الاهلي اللي بيلعب تقريبا من غير حارس مرمى، الاهلي اللي بيلعب بكوكا باك ليفت خلوه نجم عشان بزيرة مش عارف توصلوا له كوره صح، الاهلي اللي بيلعب بمروان عطيه اللي ما بيقطعش كوره اللي بيحلق بس، الاهلي اللي خليته محمد هاني عمل ماتش هو ما تخيلوش اصلا في خياله. يعني محمد هاني كده لو تقول له ماتش الاهلي والزمالك هتنزل تعمل ايه، هو عمره ما هيتخيل اللي هو عمله ده. بجد انتوا يعني انا بتكلم على الجهاز الفني، انتوا اسوأ حاجه ممكنه في الماتش، انتوا اسوأ ما في الماتش. جمهور عمل كل اللي في ايده، لعيبه انا متاكد ان هم ما قصروش بس مهملين، بس سلبيين. انا هعمل المدرب، يعني هعمل على قد اللي المدرب قالوا لي، بس ما شفناش لعيب عمل اداء خارق يعني ما عدا دونجا اللي كان ارجل واحد النهارده. بتطلع الدباغ عشان الصاب وتنزل ناصر اللي بالك اللي انت مش معتمد عليه بالك يجي بتاع 5 6 ماتشات وبترميه في النار. انت كده رميت الناصر في النار. ما انت عندك عمرو ناصر بيشارك حتى لو تخفيف بس بيشارك، عندك احمد شريف. بجد انت مدرب، لا يعني انا يعني سبب وجودك في النادي انا نفسي اعرف مين. ان انا اشوف الزمالك بالمستوى الهزيل دوت، انا مش زعلان احنا اتغلبنا من الاهلي. انا دلوقتي انا المستوى الزباله اللي احنا فيه دوت، انا لو بلعب اي فرقه مكان الاهلي كان هيحصل كده. حصل كده مع الجونه ومع الاهلي ودجله، 3 فرق. فمش معنى كده ان الاهلي جامد. هو احنا ليه دايما نرجع الاهلي للجيم ونرجع الاهلي للحياه عموما؟ ليه دايما نرجع لعيب زي حسين الشحات؟ اقسم بالله ما لعبه في مركز شباب. ليه لاعب واحد زي تريزيجيه بطل كوره من ساعه ما جه من بره، من ساعه ما راح الامارات، يعني قبل ما يروح الامارات هو مبطل كوره. ليه ارجع واحد زي اليو ديانج اللي هو لعيب جامد جدا بس ما بيلعبش، والمدرب كان في مشاكل بينه وبين كولر ومش عايز يجدد وحوارات ومستواه وحش قوي، تخلوه يعمل كوره زي دي؟ تخلوا محمد هاني يعمل عليكم ماتش، محمد هاني يعمل عليكم ماتش؟ تخلوا واحد زي حسين الشحات يعني لو جمعت سماجة وبرود الدنيا كلها تتلاقيها موجوده في حسين الشحات. ومش لعيب حراق ولا اي حاجه من الكلام الهجص اللي هم بيقعدوا يقولوه دوت، لا اقسم بالله لعيب والله العظيم لعيب
زيرو. ده شهيد الدكه. تخلوا شويه لعيبه منتهيه لو كنت كسبتها في الماتش دوت كان ماتت، تقوم مرجعهم انت بقى بتقول لهم لا ما الله ما يهون عليا الاهلي يقع، لازم اسنده. تخلوا جمهور الزمالك عمال يهتف من اول دقيقه حتى وانتوا مغلوبين عمالين نهتف لكم، على امل ان يبقى فيه ذره رجوله في حد فيكم فيعمل حاجه ولا يزعل اللعيبه. لو هتعمل اسوأ 5 مباريات الزمالك اتغلبت فيها من الاهلي، الماتش ده مش لازم يتحط فيهم. الماتش دوت انت بتعمل شهاده ميلاد جديده للاهلي، كان بايدك تكتب له شهاده وفاه، انت عملت له شهاده ميلاد. يعلم الله ان احنا ما قصرناش لا في هتاف ولا في دخلات ولا في اي حاجه ولا في دعم اللعيبه، نادينا عليكم 1-1 قبل الماتش ودعمناكم 1-1 قبل الماتش. مش شايف حد يعني عنده حميه كده وعنده عين غلاوه كده على الملعب وبيلعب ناشف كده وعايز يكسب. ما شفتش لعيبه بتفهم او بتفكر تكبر دماغها من المدرب التعبان اللي قاعد بره دوت، اللي وجوده في النادي لحد دلوقتي كارثه. يقول لك سيبنا منه وتعالى نلعب احنا بطريقتنا او نزود على اللي هو بيقوله او نغير اي حاجه في اللي هو بيقوله. اخوان قلبنا ممسوك طول الماتش ناحيه اليمين، محدش فيكم فكر يقول له بدل الناحيه الثانيه او ضم في نص الملعب. ناصر ماهر اللي ادينا له بدل الفرصه مليون فرصه، لازم تعمل نفس الكرة كل ماتش يا ناصر، لازم تطول الكرة في رجلك كل ماتش يا ناصر. بجد والله انتوا لعيبه. الواحد مش يعني انا نمت عشان امبارح بالليل يعني الواحد كان مندفع، ممكن يقول كلام ممكن يتحبس عليه. انا صاحي من النوم زي ما انا. حسين الشحات، وصلتونا لواحد زي حسين الشحات ده، يعني لعيب اتفه ما يكون، لعيب مستواه ادنى من ان هو يلعب في فرقه مثلا زي كهرباء اسماعيليه مع احترامي ليها. لعيب زي تريزيجيه حرفيا مبطل كوره، بيجري بس، مبطل، ذهنه فاضي، مخه فاضي كوره، مجرد شويه صحه بيجري بيهم في الملعب وخلاص وربنا بيسترها معاه. ساطرها معاه قدامكم. ضربة جزاء وقلنا ماشي بينتهج مش واخد باله، انما الجون الاول انا مش قادر انساه. جون حسين الشحات انا مش، لا صعب، لانهم عمالين يكرروا نفس اللعبه، انهم يرموا الكره على الفيرود يسندها للي جاي من ورايا يشوطها يمررها لحد متحرك، واحنا في غيبوبه. لا مدرب بيقرا الجيم ولا مساعد مدرب يشتمه حتى يقول له يا حمار انت في لعبه على الاهلي عمال يعملها عايزين نوقفها. جهاز فني طلع بنتايج ونزل فتوح هيقدم لك ايه احسن من بنتايج؟ فتوح احسن من بنتايج في ايه؟ نص ملعبك انت خسرانه، نص ملعبك او من من بدايه الشوط الثاني كده او من بدايه يعني اول هدف للاهلي من الجون الاول بتاع الاهلي انت بدات انت شبه خسرت نص الملعب. بدل ما تملى نص الملعب عشان تعرف تستحوذ على الكوره عمال تنزل لي الفراوده وام اللي هتروح تباصي لهم الكوره قدام. ما هو لازم نص الملعب يوصل الكوره للفراوده. مدرب اتمنى ما يطلعش عليه صبح في نادي الزمالك عشان الجمهور اللي اتحرق دمه والناس اللي كانت بتعيط من القهر ان احنا ناقصنا ايه؟ ليه نخسر؟ ايه اللي احنا كجمهور ممكن نعمله ما عملناهوش؟ ترجع تقول لي اصل اللعيبه ما بتاخدش فلوس. لعيبه مين اللي تاخد فلوس؟ لعيبه بتلعب فرقه زي الزمالك المفروض تدفع فلوس، اقسم بالله. الزمالك فيه لعيبه المفروض تدفع فلوس عشان تبقى موجوده في الزمالك بالمنظر اللي احنا شفناه امبارح ده. مدرب مشخصن الامور مع لعيبه واداره في غيبوبه مش عارفه توفر جنيه. امال انتوا جايين ليه؟ امال رجال اعمال ازاي؟ انتوا كده هتبداوا تخلينا نشك في كل رجال الاعمال اللي في مصر، لما مجلس الاداره كله عباره عن رجال اعمال مش عارفين يديروا نادي حتى لو عليه مديونيه 2 مليار.
انت فين تخطيطك وفين شغل رجال الاعمال اللي انتوا عمالين تقولوا عليه؟ فين ده؟ انا مش شايف حاجه. انا مش شايف غير شويه مصلحجيه ماسكين النادي عشان الواجهه الاجتماعيه مش اكتر. بجد والله حسبي الله ونعم الوكيل فيكو في اللي انتوا وصلتونا ده. مرتضى منصور في اسوأ حالاته، في اسوأ حالاته، انا اللي لسه بقول مرتضى منصور ده اللي مدمر النادي، بس ما وصلناش للمنظر ده. على الاقل بيبقى فيه شده مع اللعيبه. فانا من لا مرتضى منصور طلع، انا عمري ما هصفى له برضه يعني، مش ايا يكن، حتى لو ما عمل، لو عمل اللي انا مرتضى منصور ده بالنسبه لي كارثه. سيبك من مرتضى منصور، انساه، اعتبر ما قلتش حاجه. بس خليك فاكر ان هو كان ناشف مع اللعيبه، مفيش ولا واحد فيكم ناشف مع اللعيبه. جبتوا جون ادوارد، فشل جون ادوارد هيبقى على ايديكم كمجلس اداره. حسبي الله ونعم الوكيل، بامانه الله حسبي الله ونعم الوكيل. سلام.